تعالوا بقى النهاردة نعمل أكلة صحية ومفيدة وكلها فوائد، ما فيهاش غير زيت زيتون بس. هنجيب كده شوية خضار زي ما انتم شايفين، جزر وبطاطس اللي هي الصغيرة دي وكوسة وكام بصلاية صغننين دول. ومعاهم طبعا اللي هي الوراك او فرخة كاملة زي ما بتحبوا، يعني اللي انت بتحبيه حطيه. هنجيب بقى في الطبق اللي هنعمل فيه التتبيلة نحط معلقتين صلصة حسب الكمية برضو اللي انت بتعمليها، ونحط عليهم شوية خل، والتوابل بتاعتنا اللي هي ملح وفلفل اسود وتوم بودرة وبصل بودرة وبابريكا وكاري وزعتر طبعا اساسي يعني. هو الملح، وهنا معلقة توم كبيرة، والملح انا حطيته في الاخر هو عشان كنت نسيته، هو والفلفل الاسود يعني، فهضيفهم عليهم تاني يعني. بعد كده هحط شوية دبس رمان، ولو عندك صويا صوص برضو بيبقى حلو قوي مش وحش، بيدي طعم برضو حلو. وبعد كده هنتبل فيهم الفراخ والخضار اللي احنا غسلينهم ومنشفينهم كويس قوي من المية اللي كانت فيهم، وهنسيبهم شويه في التتبيله. ولو مستعجله اعملي زيي وممكن تحطيهم على طول في الكيس الحراري، مش شرط ان انت تسيبيهم في التتبيله يعني. عايزه اقول لكم برده كان طعمها حلو جدا وكان طعمها لذيذ قوي يعني. هنا حطيت الفراخ زي ما انتم شايفين كده في التتبيله، وحطيت كمان معاهم الخضار. هو المفروض ان انا كنت احطهم كلهم في كيس واحد، يعني اسويهم كلهم في كيس واحد حراري، بس جوزي يعني ما كانش عايز الخضار مع الفراخ، فحطيت الفراخ والبصل مع بعض في كيس، وحطيت الخضار مع كام بصله برضو في كيس لوحدهم، واللي فضل من التتبيله حطيته عليهم يعني، وحطيتهم كده في الصينيه زي ما انتم شايفين. وهدخلهم على الفرن. انا سخنت يعني شغلت الفرن من اول ما ابتديت اتبل عشان تبقى سخنه وانا بحط. هنا بعد ما خلصت كده كان شكلهم جميل جدا. عايزه اقول لكم كانت العظم بيخرج من الفراخ كده من كتر ما هي استوت. يا رب تعجبكم، وباي باي.